خوتي صرا فيها اليوم تعديل حكومي من طرف رئيس الجمهوريه السيد عبد المجيد تبون، وعين رئيس الاتحاديه الجزائريه لكره القدم وليد صادي وزيرا للشباب والرياضه. اذا رسميا وليد صادي هو رئيس الاتحاديه الجزائريه لكره القدم وميم طون وزير للشباب والرياضه. بزاف ناس ما على بالهمش انه يقدر يوكيبي لي دو بوست، يعني يقدر يعمل كرئيس اتحاديه ووزير لشباب ورياضه، بما انه منصب رئيس الاتحاديه هو منصب متطوع يعني بينيفول. كاين بزاف يحسبوه هو سي ان بوست اوفيسيال، هذا لو بوست ما يخلصش عليه رئيس الاتحاديه، يعني فريمون بينيفول يعني متطوع 100%. دونك وليد صادي يقدر يكون رئيس اتحاديه او ميم طون وزير للشباب والرياضه. بلا ما نساو انه وليد صادي قام بدفع ملف ترشحه لعضويه الكاف الاتحاد الافريقي لكره القدم، وما عنده حتى منافس بعد ما المنافس التونسي انسحب. دونك وليد صادي نقدر نقولوا 99% راح يكون عنده منصب في الكاف، راح يكون وزير شباب والرياضه، راح يكون رئيس الاتحاديه الجزائريه لكره القدم. نتمنوا بهذا الخبر انه يقدر يفيد الكره الجزائريه محليا وافريقيا، بما انه راح يفوز 99% بمنصب في الكاف ويكون رئيس الاتحاديه باش يعاون بنهوض بالكره الجزائريه، وبيان سور وزير الشباب والرياضه باش يستكلف بكامل الرياضيين الجزائريين ماشي غير بكره القدم.